لكن تخش اصلها حلوه، تخش اصلها بيضه وزي القمر، تاخد على دماغك. وحضرتك لو انت اخترتي ولد عشان وسامته او عضلاته هتاخدي على قفاكي. اوعى اثناء اختياراتك لشريك حياتك انك تختاره بناء على شكله، ان هي ما شاء الله عليها ده زي القمر، ده جميله، ده جسمها ايه ده، او هي تختاره يا سلام شايف الشاب اللي زي القمر الجميل الوسيم ده، شايف العضلات عامله ازاي، شايف فلوسه، شايف عربيته، شايف بيته او فيلته. اول لما تختار شخص كشريك حياة ليك بناء على الشكل، ابتدي العد التنازلي في الانفصال. ابتدي العد التنازلي في الانفصال. عمر ابدا ابدا ما حد اختار واحدة علشان جمالها والعلاقة كملت ابدا، او هي اختارت واحد علشان شكله او فلوسه او عضلاته والعلاقة كملت. العلاقة عمرها ما كانت بتتبني على الظواهر، العلاقة ما بين الاتنين بتبتدي على البواطن اللي جوه. فاللي جوه البني ادم لما يبقى من جوه سليم انت بتشوفه من بره باين عليه ان هو من جوه سليم. لكن نسيب كل ده واروح اختار واحد عشان شكله او بنت علشان شكلها، صدقني هتشوف اللي انت عمرك ما شفته. ليه؟ لان الشكل هتتعود عليه مهما طال الوقت، والشكل ده هياخد سكة شهر شهرين بالكتير قوي وهتبقى زيها زي اي واحدة ماشية في الشارع. وهو والله لو هو اجمل واحد في الدنيا في الجمال وفي الوسامة وفي العضلات شهر وهتاخدي على الكلام ده كله وهتتعودي عليه وهيبقى زيه وزي اي شخص ماشي عادي في الشارع ما فيهوش اي حاجة مميزة بالنسبة لك. ما تختاروش بعض بناء على الشكل، هتتعودوا على الشكل والله وهتزهقوا منه كمان مع الوقت. لكن اختاروا البني ادم على اخلاقه. سيدنا محمد بيقول ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فلما تيجي تختاري ولد اختاريه على اخلاقه ودينه، ودي بتبان في فترة الخطوبة بكذا شكل وبكذا اختبار. هيبان اخلاقه، هيبان هو شاب عنده اخلاق ولا لا، ولا جاي يهزر ويلعب. وانت كمان يبقى في اختبارات للبنت تكتشف ان هي عندها دين واخلاق ولا لا، وتفهم الموضوع في البداية. لكن تخش اصلها حلوة، تخش اصلها بيضة وزي القمر، هتاخد على دماغك. وحضرتك لو انت اخترتي ولد عشان وسامته او عضلاته هتاخدي على قفاكي. ما ينفعش، الاختيارات عمرها ما كانت بالشكل ابدا. ليه؟ افتكروا كده ابائنا واجدادنا زمان كانوا بيكملوا مع بعض بالستين والسبعين سنة بناء على ايه؟ بناء على العشرة والاخلاق الطيبة واحترامهم لبعض. دي الحاجات اللي بتكمل العلاقات، مش الجمال والوسامة والشكل وعنده كام فولورز دلوقتي. لا خالص والله، كل ده ما بيفتحش بيت، كل ده ما بيخليش العلاقة تكتمل. العلاقات بتكتمل بثلاث ركائز أساسية. أول حاجة الاهتمام، تاني حاجة الاحترام، تالت حاجة الثقة. دول اللي بيتبني عليهم العلاقات، لا فيهم شكل ولا فيهم لون ولا فيهم عرق ولا فيهم جنس ولا فيهم دين. دي أساسيات أي علاقة ناجحة. فاختاروا بعض يا شباب على الاحترام والأدب والأمان في العلاقات، مش بالشكل.